هنا الزاهد معلية المسلسل بشكل رهيب، يعني بدون اي نقاش مسلسل عالي بسبب اداء واسلوب هنا الزاهد الجديد اللي احنا بنشوفه. الحلقه اللي فاتت اتكلمت وقلت ان انا واحد بحب اشوف الاداء بتاع هنا الزاهد الحزن والزعل اكتر بكتير من الكوميديا. بحب اشوف هنا الزاهد في الادوار دي اكتر. احنا هنا من اول مشهد شخصيه سلمى اللي بنشوفها في اول حلقه غير اللي بنشوفها في نهايه الحلقه الثانيه. شخصيه سلمى اللي على مدار وفترات حلقتين تغيرات شفناها، النظرات والرياكشنات ورد الفعل. فجاه يعني سلمى في الجلسه الاولى ازاي يشوف هي في حته في حزن وفي انهيار وعياط، فجاه في رد فعل وفي سؤال بيتوجه للدكتوره عايده. انا حسيت ان الدكتوره عايده هي بتتوتر اكتر من اسئله سلمى، تاخد رد فعل يرجعها تحس انها بترجع لورا منها، بالرغم ان سلمى منهاره وعندها مشكله وان هي مثلا متسببه في موت زوجها ولسه لحد دلوقتي مش عارفين الحقيقه، هل القصه الاولانيه هي الحقيقه انه انتحر او القصه الثانيه ان هي اللي قتلته. بالرغم من كده في حاسس ان في ثبات، بنشوف انهيار بنشوف حزن، بس فجاه في رد فعل ورد فعل بيبقى قوي. لحد دلوقتي في اول حلقتين ما شفناش كوميديا، واتمنى ان الحلقات الجايه تكون اعلى. طبعا احنا هنبقى مستنيين لان نهايه الحلقه الثانيه خليك متحمس تشوف ايه اللي هيحصل، رد فعل ايه اللي هيحصل، ازاي سلمى هتتعامل مع الدكتوره عايده، هل هي عارفه زي ما قلت في الاول ولا مش عارفه، رد فعل عايده معاها ومع موسى، الحوارات الجانبيه اللي هتحصل بينهم. الواحد متحمس جدا زي ما قلت، اول حلقتين عجبوني جدا جدا ومستني وهتفرج على المسلسل للاخر. كل اللي اتحقق في الدنيا كان اصله شخص حلم والناس قالوا له استحاله، فعلا تبقى مستحيله لحد ما بتتحقق وانت تدرس كحاله.